القدس هي ليس للفلسطينيين وحدهم، ولكن القدس تشكل مركز الصراع الكوني في هذا العالم، والقدس هي من تمثل الركيزة الإسلامية في قلوب وأذهان كل المسلمين في جميع أنحاء العالم. ولذلك رمزية القدس هي ليس فقط للأمة العربية وليس للفلسطينيين بقدر ما هي رمزية للأمة العربية والإسلامية، وهي مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه المعركة التي تحدث اليوم في القدس، وقد بذل المسلمون وقدم المسلمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى في كل معاركهم في تاريخ الأمة الإسلامية للحفاظ على هذا المقدس الإسلامي. لذلك القدس هي حاضرة في أذهان وقلوب كل المسلمين في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل مركز الصراع الكوني في هذا العالم، وتشكل برمزيتها وقدسيتها لمصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتأكيد هي رمز أصيل، وهي بوصلة يشار إليها من كل المسلمين في جميع أنحاء العالم. يعني بالتأكيد القدس لم تحتل إلا بعد حالة من ضعف الأمة العربية والإسلامية لضعف هذه الجيوش. بالتأكيد تقدمت هذه الجيوش الصهاينة ومن قبلهم الجيوش الصليبية التي عاثت فسادا في القدس ومارست جرائم بحق المسلمين في القدس، جاءت الحقبة الأخرى لهذا الكيان الصهيوني لتمارس أيضا جرائم وتمارس حالة من الاحتلال والسيطرة وتهجير قسري لسكان القدس الأصليين الذين هم كانوا موجودين لمئات السنوات في هذا المكان. لذلك نحن نقول بأن هذا العدو الصهيوني الذي تجرأ على مقدسات الأمة الإسلامية وتجرأ على القدس جاء بعد ضعف وهوان لهذه الأمة الإسلامية التي سمحت لهذا الكيان الصهيوني للسيطرة على مقدساتها بعد مرور أكثر من 70 عاما. ونحن نتذكر بالأمس 15 من أيار هذا التاريخ الذي حفر في قلوب كل الفلسطينيين الذين هجروا قسرا من أراضيهم بعدما ارتكبت مجازر بحق أطفالهم ونسائهم وشيوخهم عن طريق أو بما مارسه هذا الاحتلال الصهيوني من سياسة تهجير للشعب الفلسطيني. بالتأكيد بعد مرور كل هذه السنوات، لكن برغم كل المجازر التي ارتكبت وبرغم كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني ومن قبله أيضا جاءت الجيوش العربية والإسلامية لتدافع عن القدس، واستشهد الكثير من أبناء هذه الأمة دفاعا عن القدس. لذلك بعد مرور أكثر من 72 عاما على احتلال القدس ما زال الشعب الفلسطيني اليوم يتمطرس في هذه الأرض برغم هذه الفاتورة العالية الكلفة من دماء أبنائه ومن شهدائه ومن أسراه، إلا أن الشعب الفلسطيني اليوم لم يستطع هذا الاحتلال أن يجرده من هذا الحق ويجرده من هذه الإرادة، واستطاع أن يتشبث الشعب الفلسطيني بأرضه برغم كل شكل التضحيات وبرغم كل المجازر التي ارتكبت بحقه. ونقول بأن حق العودة هو حق ثابت وأصيل لا يمكن أن يسقط بالتقادم، ولا يمكن أن يسقط بكل المشاريع التصفوية والمشاريع التطبيعية التي حاولت أن تشرعن هذا الاحتلال على أرض فلسطين وعلى أرض القدس وتعطي لهذا الاحتلال أحقية على المقدسات الإسلامية. يعني بالتأكيد هذا الاحتلال هو احتلال ماكر واحتلال غادر، ويريد أن يبني أمجاده على حساب الدماء الفلسطينية وحساب تضحيات الشعب الفلسطيني. هذه دولة احتلال ومارست مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك بعد مرور كل هذه السنوات وفي ظل هذا التوقيت الحساس التي تمر به القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل هذا السباق الماراثوني وهذه الهرولة للأنظمة العربية التي تحاول أن تفتح كل قنوات التطبيع مع هذا الاحتلال من خلال هذا السباق الماراثوني، بالتأكيد هذه المشاريع التطبيعية هي من تطيل عمر هذا الاحتلال على أرض فلسطين، وهي من تطيل عمر هذا الاحتلال على أرض القدس. لذلك
المطلوب من الأمة العربية والإسلامية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم المالي والدعم المعنوي والدعم بالسلاح، حتى يستطيع هذا الشعب الذي يشكل اليوم رأس حربة الأمة في هذه المعركة ضد كل المشاريع التصفوية التي تستهدف تصفية قضية القدس وتصفية القضية الفلسطينية، وأيضا السيطرة على مقدرات الأمة العربية والإسلامية. هناك مخططات اليوم تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ويقود هذا العدو الصهيوني ومن لف لفيف من الأنظمة العربية التي تحاول أن تشرعن هذا الاحتلال من خلال قنوات التطبيع، هذا التطبيع الرياضي والثقافي والاقتصادي لتجميل صورة هذا الاحتلال وتصوير هذا الاحتلال، بدل أن يكون دولة إرهاب ودولة إجرام يحاولون تصوير هذا الاحتلال بأنها دولة صديقة ولن ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأمة العربية والإسلامية. لذلك المطلوب إسلاميا والمطلوب عربيا في ظل هذا التوقيت الحساس هو تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المعركة. يعني بالتأكيد القضية الفلسطينية وقضية القدس تمر بأخطر مراحلها اليوم في ظل هذا التغول الصهيوني وتغول قيادة الاحتلال في دماء أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا في دماء أبناء الأمة العربية والإسلامية. اليوم هذا الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات، بالتأكيد نحن نقف أمام معركة حقيقية في مواجهة هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الذي اليوم حقيقة يمارس ليس فقط جرائم وإنما أيضا يمارس سياسة قضم الأراضي وضم الأخوار في هذا التوقيت الحساس. هذا الاحتلال اليوم بات يريد قوة رادعة لهذا الاحتلال حتى توقف هذه الجرائم وتوقف هذه المخططات. لذلك نحن نقول بأن المطلوب اليوم من الأمة العربية والإسلامية وفي ظل هذا المعترك الخطير اليوم الذي تمر به القضية الفلسطينية بالتأكيد هي وقف كل أشكال التطبيع مع هذا الاحتلال. أولا هذا الاحتلال الذي يحاول أن يفتح ويتغول في مؤسسات الأمة العربية والإسلامية، وكما شهدنا عندما بدأت الدراما العربية اليوم من خلال القنوات الهابطة سواء MBC أو غيرها، عندما بدأت في تصوير هذا الاحتلال بأنه دولة صديقة وتجريم الحق الفلسطيني وتجريم المقاومة الفلسطينية. هذه الدراما الهابطة المزيفة التي تحاول تزييف الحقائق وتمارس حالة من كي الوعي على عقول الأمة العربية والإسلامية، نحن اليوم بحاجة لوقف كل أشكال التطبيع الرياضي والثقافي والسياسي مع هذا الاحتلال، وأيضا كشف عورات وكشف زيف كل من يريد أن يطبع مع هذا الاحتلال. ومرة أخرى نحتاج إلى وحدة حقيقية. الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى وحدة موقف، إلى وحدة حال حقيقي لمواجهة هذه المخططات التصفوية التي ليس فقط تستهدف القضية الفلسطينية وإنما تستهدف تصفية مقدسات الأمة الإسلامية وتصفية إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية والسيطرة على مقدرات الأمة العربية والإسلامية.